عليكم خوتي، تفرجوا شوفوا تبارك الله على المغاربه ديالنا، تبارك الله على اللعابه ديالنا، تبارك الله تبارك الله، والصلاة على النبي على حكيمي وعلى اللعابه ديالنا كاملين تبارك الله عليهم، ربي يحفظهم الله ينجيهم. شحال دعينا معاهم يا ربي، قلنا شحال حنا كندعيو معاهم ربي يوفقهم وربي وفقهم الحمد لله، ودخلوا بالرايه المغربيه هازنها معاهم، ودخلوا براسنا علاونا الراس الحمد لله، خلاونا راسنا عالي في الدول الاوروبيه، وتبارك الله عليهم الله يحفظهم الله يحجبهم تبارك الله عليهم. شوفوا اخوتي شوفوا تبارك الله عليهم الله يحفظهم يا ربي، تنجيهم لوالديهم ويخليهم يا ربي، يحفظهم لينا كاملين لعابة كاملين تبارك الله الله يحفظهم وينجيهم. الحمد لله دخلوا براسهم عالي وشرفونا وشرفوا المغرب، تبارك الله عليهم الله يحجبهم. على النجاح الباهر. صلاة على النبي عليهم، صلاة على النبي عليهم، صلاة على النبي عليهم، صلاة على النبي عليهم، ربي يخليهم ويحجبهم تبارك الله عليهم الله يحفظهم. هو يعني قرب مسافه تبارك الله على اشرف حكيمي وزياج ويوسف، كلهم اللعابه اللي كنعرفوا سميتهم واللي ما كنعرفوش سميتهم، تبارك الله عليهم الله يحجبهم الله يخليهم يا ربي ويحجبهم سيدي ربي ويخليهم. ما كانش مثلا دي زاكسيدون تما شرفونا وشرفوا المغرب وخلاونا اننا نعيشوا واحد اللحظات اللي هي زوينه، حنا وليداتنا في الدار تبعناهم نهار بنهار، وكل نهار كنا كنتبعوهم وكندعيو معاهم الحمد لله انهم داو المرتبه الرابعه الحمد لله، وحنا كنتشرفوا بهم تبارك الله الله يحجبهم ويخليهم، والصلاة على النبي عليهم. شرفتوا المغرب ومرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم، المغربكم دخلوا الوطن ديالكم مرحبا بكم وتبارك الله عليكم والصلاة على النبي عليكم. بغيت نشارك الاخوات ديالي الاخوات اللي كيتبعوني في اليوتيوب، وبغيت نشارك معاهم هاد الفرحه، حتى انا فرحانه وبغيت نشارك معكم هاد الفرحه ديال اللعابه ديالنا داخل المغرب. تبارك الله عليهم الله يحجبهم، وبغيت نشارك مع الاخوات ديالي اللي كيتبعوني، الصلاة على النبي عليهم وربي يحجبهم، ونتلاقاو ان شاء الله بفيديو قادم ان شاء الله. جعلونا نفتخر امام كل دول العالم في محفل دولي يتابعه الملايين. نتحدث هنا عن كأس العالم قطر 2022. اذا عشنا هذه اللحظه مع منتخب 86 مع رجال بدر الزكي، عبد العزيز بودرباله، عبد المجيد الظلمي وغيرهم من لائحه طويله، واليوم هو جيل اشرف حكيمي، ياسين بانون، تقناوتي، شطيره، واللائحه طويله سنه. اذا هذه المره التاريخ يعيد نفسه، لكن بطعم افريقي بطعم عربي. يسجل لأول مرة أسود الأطلس في الدور النصف النهائي والرابع في الترتيب كأس العالم قطر 2022. إذن أترك الصورة كما تشاهدون خلفي. سأطلب من سمية الدهيمي أن تنقل لكم الصورة. أظن أن الصورة أبلغ من أي تعليق. جماهير غفيرة جاءت لتؤازر ولتحتفي بأسود الأطلس. جماهير صراحة تستحق الفرحة، تستحق ما قدمه أسود الأطلس في مونديال قطر 2022. إذن سناء، أظن أن الصور أبلغ من أي تعليق. شكرا لك سعيد أجنة. وهي بالفعل هي استعدادات رباطيين قبل وصول الحافلة المكشوفة التي تقل المنتخب الوطني، كتواجد الآن بسلا وغتوصل إلى الرباط، وستعبر مجموعة من النقاط من ضمنها ساحة 16 نوفمبر حيث تتواجد سعيد أجنة. غنرجع إلى السيد عكراوي عبد الرزاق العكاري، عفوا عبد الرزاق العكاري. غنوقف عند النقطة اللي وقف عندها سعيد أجنة، هي ديك